هنعمل مسقعة دايت بطريقة حلوة جدا. هنحمر البطاطس جوه الفرن. الناس اللي بتحب البطاطس المحمرة، الناس اللي عاملة دايت، الطريقة دي حلوة قوي. بالنسبة للبطاطس ممتازة جدا جدا. طعم الفلفل هنا رائع يا جماعة، رائع رائع بمعنى الكلمة. البطاطس محمرة حلوة قوي. اللي حابب يزيد عن كده في التحمير بتاعها عايز يقول هيك براحتكم، يعني شيء يرجع له، كان هديكم الطريقة وانتوا براحتكم. انا جبت هنا حبتين بطاطس يعني وسط، وجبت حبتين فلفل، وجبت حبتين باذنجان رومي. تمام، قطعتهم كلهم صوابع، بس صوابع تبقى محمله. يعني البطاطس بلاش تبقى صوابع معصعصه، ليه؟ هتجلد ومش هتبقى حلوه. خلي الصابع يبقى محمل كده وتقيل. هاتي بوله انزلي فيها بربع كوبايه زيت، واحده بس، ومعلقه صغيره ملح، ونص او ربع او تلت فلفل اسود، الفلفل براحتكم، ومعلقه صغيره بابريكا، وهنضيف كمان نص معلقه زعتر اختياري، زعتر روزماري براحتك، دي منكهات، يعني كل واحد يضيف الحاجه اللي يحبها. البطاطس بعدين حابه تضيفي لها بهارات بطاطس لما تخرج من الفرن، براحتك. انا عملت كده. هنا انا عملت الخليط كده مع بعض وقلبته، وبعدين نزلت بالخضار. هتنزلي بالخضار كله فوق الزيت اللي احنا ضفناه. تمام. بالنسبه للطريقه بتاعت ان احنا ندخل الزيت والبهارات بتاعتنا اللي ضفناها في الخضار، الطريقه دي لا مش هتنفع. الطريقه الافضل انك بايديكي تنزلي ايديكي في البوله، ومن تحت لفوق، من تحت لفوق تقلبيها زي ما انا بعمل كده، علشان كل المكونات اللي احنا ضفناها تتداخل مع بعضها لغايه كده كويس قوي. هنعمل ايه بقى بعدين؟ هنجيب صاج بتاع الفرن، او صاج يكون حلو كبير شويه، او صاجين حسب الكميه اللي انت عاملاها. هندهنه زيت، وهنرص فيه القطع بتاعه الخضار بتاعتنا. الفلفل طعمه رهيب، والبطاطس طالعه محمره وبصوا ومقرمشه من بره وطريه من جوه، جميله بصراحه. هنا انا هرصهم كلهم في الصاج، وبعد ما ارصهم في الصاج الفرن انا هبقى مشغلاها وانا بشتغل هنا وانا بقطع. كنت في الخضار شغلتها على درجه حراره 200. رصيت الخضار بالطريقه بتاعتي دي. هعمل ايه بقى؟ هجيب ورق، يا اما هتجيبي ورق اللي هو اللي بيذاكروا فيه، ورق الجرايد ده، يا اما لو عندك ورق زبده براحتك، بس ده مش هيكلفك، ده رخيص، وكده كده المدارس بدات وكله هيبدا يذاكر. فهاتي ورق بتاع المذاكره عادي، بس نضفيه بمنديل او حاجه او محارب، يعني بحيث لو في فتافيت تراب ولا حاجه نضفيه يفضل يعني. وبعدين بعد ما نحط دول بنحطوا فيها ورقه الومنيوم. مش بنخرمها على فكره، بنسيبها زي ما هي مقفوله علشان كل البخار يتغلغل جوه ويسوي لنا الحاجه. هنعمل ايه بقى؟ هنحطها في الفرن في الرف الوسطاني. بلاش اللي تحت الوسطاني، لا خليها في الوسطاني نص ساعه. بعد نص ساعه ده بيبقى شكلها كده استوت خلاص، بقت حلوه جدا. والبطاطس انا شفتها لقيتها استوت اهي، اتكسرت معايا وطعمها من جوه مستوي. عملت ايه بقى؟ شغلت الشوايه. ممكن تاخد معاكي 10 دقايق الشوايه علشان تاخدي البطاطس متحمره. بس انا ما حمرتش البتنجان قوي، لو عايزين تحمروا البتنجان قوي اكتر من كده براحتكم. بعدين عملت صلصه، الصلصه العاديه اللي انا بعملها. هنعمل الصلصه بتاعتنا، انا مش بغير طريقه الصلصه هنا. بنجيب بصلايه صغيره، بنجيب 3 او 4 فص ثوم براحتكم، بنقلبهم مع بعض نشم ريحتهم. وبعدين انزلي بعصير طماطم حسب الكميه اللي انت عاملاها. حابه تنزلي بالبطاطس بعدين تحط عليها صلصة، تمام. حابة تضيف الصلصة على البدنجان والفلفل بس وتخلي البطاطس كده، يعني البنات او الولاد مثلا يسقسوها في الكاتشب براحتكم زي ما انتوا حابين. انا هنا هنزل بعصير الطماطم وهسيبها تتسبك. هعمل ايه بعدين؟ هضيف معاها ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون ومعلقة سكر. مش هضيف حاجة تاني اكتر من كده. هكتب لكم الصندوق الوصف برضو الحاجات اللي انا بضيفها مع الصلصة. بعد ما بتغلي خلاص كده بتطفي البوتاجاز وبتقدمي الاكل بتاعك. يعني هنا خلاص استوى معايا كل حاجه كده. هخرج الحاجات بتاعتي. الباذنجان على فكره لونه حلو، يعني انتوا حابين تدوسوا على السوا شويه اكتر من كده براحتكم، بس انا شايفه لونه كده كويس قوي بصراحه، ولا شارب زيت ولا مهري ولا اي حاجه، جميل جدا جدا. الطريقه دي حلوه قوي على فكره. في وصفات كتير قوي بتبقى نباتيه او بدون لحوم. اي وصفه بتكون نباتي او حاجه من غير لحوم بتبقى حلوه، يعني ينفع ناكلها، بصورها وانزلها لكم على طول. لكن في حاجات احنا مثلا ممكن مش هنقدر ناكلها، فمش هعملها وارميها، يعني حرام. يعني انا لسه كنت مجربه كيكه فانيليا من قناه فيها 23 مليون مشاهده، وكيكه فاشله رميتها من غير بيض، والله العظيم ما انا ما اعرفش، مش عارفه تقرف. يلا ما علينا. الكيك الفانيليا يا جماعه لازم يتضاف له بيض حتى لو بيضه، وبعدين نستعيد بباقي البيض بالزبادي. كيكه الفانيليا استحاله تنجح بدون بيض.
يعني ما نشوفش الحاجه شكلها حلو ومبهر زي انا كده هبله شفتها شكلها مبهر وحلو، رحت جربتها بالرغم ان انا مجرباها من سنه برضو ما اتعصتش، رحت جربتها تاني وعارفه ان هي فاشله. يلا ما علينا. حابه كنت انزل لكم كيك فانيليا من غير بيض بس مش حلو بصراحه، مش حلو، ما اقدرش انزله وازغيري والناس تعمل وترمي والحاجه دلوقتي غاليه ما ينفعش. المهم هنا هنرص الحاجه بتاعتنا. شايفين البطاطس مفيش حاجه لازقه، حلو قوي الطريقه دي يا جماعه. بس اهم حاجه بالله عليكم الصاج تدهنوا زيت علشان ما يلزقش منكم. كده خلاص هنقدم المسقعه بتاعتنا، هنرصها في سيرفيس وهننزل عليها بالصلصه بتاعه الطماطم. الناس اللي حابه تخس بلاش كبسولات، بتتعب المعده جامد يا جماعه. اللي حابب خلاص براحته. بتعملوا ايه؟ بنجيب 2 سم جنزبيل فريش، وبنجيب ليمونه بنغسلها كويس قوي بالقشره بتاعتها، بنقطعها على 4. بنجيب الدورق بتاع الخلاط، بننزل بلتر ميه، وبننزل بقطعه الجنزبيل والليمونه، بنضربهم كويس قوي قوي، وبعدين بنصفيهم. اللتر ده بتشربي منه على مدار اليوم، او بتشربي الشاي الاخضر مع الليمون، الشاي الاخضر مع الجنزبيل، كل ده حلو قوي. في حاجه تاني، لو انت عايزه تجيبي جنزبيل وتحتفظي بيه في الفريزر، هاتي ربع كيلو جنزبيل اغسليه كويس قوي، قشريه وبعدين ابشريه، وهاتي شاشه او او مثلا فلينه تكون مسامتها واسعه تعرفي تعصريها او تعصريه، وهاتي بتاع البلاستيك ده بتاع مكعبات التلج او سيليكون اي حاجه، حط العصير فيه والقشر بعدين ما ترموهوش، حطيه في علبه محكمه الغلق، شيلها في الفريزر. لما تحبي تشربي الجنزبيل خدي من القشر ده كده كده نضيف، القشر فيه جنزبيل لسه، اغليه وضيفي معاه نص الليمونه وتتمني تشربيه بقى، مش هتلاقي دهون مش هتلاقي كرش، ومنه تحافظي على وزنك، ومنه الجنزبيل حلو قوي قوي للمفاصل الناس اللي ما تعرفش. بس واشربوا زي ما بقول لكم الشاي الاخضر مع الجنزبيل مع الليمون، الحاجات دي كلها حلوه. اشربوا القرفه، اشربوا فيه مشروب الكمون مع القرفه ده برضو بيبقى حلو قوي. وبس كده قدموا المسقعه زي ما هي كده وخلاص. ويا رب اكون قدرت افيدكم، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.